الايربودز برو 3 من الحاجات اللي انا كنت متحمس لها جدا، وكنت متخيل انها هتكون سماعتي اللي انا هستخدمها بعد كده. كل ده اتغير لحد ما جربتها. الايربودز برو 3 فيها تحسنات كتير عن قبل كده، وده هتكلم عنه بالتفصيل، وهخليكم تسمعوا بنفسكم الاداء بتاع صوتها عامل ازاي، ادائها في صوت الفيديوهات، ادائها في الصوت المحيطي، وكمان حتى هتسمعوا بنفسكم الترجمه الفوريه بتاعتها. بس الاول تعالوا نتكلم على ايه الحاجات اللي اتحسنت في الايربودز 3. الايربودز 3 التصميم بتاعها اختلف تماما عن قبل كده. بدل ما السماعه كانت فلات بالسيليكون تيبس، لا دلوقتي بقت جايه بزاويه، وده المفروض انها يخليها تدخل في ودنك احسن وتثبت في ودنك اكتر، وكمان بالاضافه للخمسه اير تيبس اللي هيكونوا موجودين معاك في العلبه، وده عشان تقدر تلاقي المقاس المناسب بالنسبه لك. لكن هو المقاس الزياده ده هو الدبل اكس سمول، يعني لو كل المقاسات اللي كانت موجوده قبل كده كبيره عليك، فانت دلوقتي عندك مقاس مناسب بالنسبه لك. انا بالنسبه لي الفيت بتاعها في ودني، انا في سماعه دايما كانت بتقع من ودني، مجرد ان انا اتحرك شويه بالسماعه فكانت بتقع، في واحده كانت ثابته جدا والتانيه كانت بتقع، فدي بقى مشكلتي مع ودني انا مع المقاسات. وعشان تختبر اذا كان عندك المقاس الصح ولا لا، ففي تيست الايربودز نفسها بتعمله عشان تقولك اذا كان المقاس ده مناسب ولا انت محتاج مقاس اكبر شويه. والمقاس اللي انا اخترته ده هو كان فعلا المناسب، وده كان اكتر مقاس مريح بالنسبه لي. وبمناسبه الاختبارات، فالايربودز برو بتقدر تعمل لك اختبار للسمع، والاختبار ده نفس الاختبار تقريبا اللي انا كنت بعمله في المستشفى، وبيديني جراف بقرايات نفس اللي طلعت لي قبل كده في الاختبار بتاع المستشفى. والاختبار انت بتعمله على الايربودز برو عشان لو انت عندك مشكله في السمع، فالايربودز برو حرفيا ممكن تستخدمها كانها جهاز يساعدك ان انت تسمع احسن. والسيليكون تيبس نفسها اتغيرت عن قبل كده، لان دلوقتي الطرف بتاعها بقى فيها فوم اكتر عن اللي كان موجود قبل كده، وده بيساعد انها تقفل لك، تعمل لك سيل جوه ودنك احسن، وده بيخليها تحسن من الاداء بتاع النويز كانسليشن، وكمان بيحسن من الاداء بتاع الاغاني او الحاجات اللي انت بتسمعها عليه. حتى لو تفتكروا لما نزلت الايربودز برو 2 بقى بيتباع اونلاين قطع فوم بتتحط جوه السيليكون تيبس عشان تعمل لك كده، فدلوقتي ده موجود في السيليكون تيبس نفسها، مش محتاج ان انت تشتري حاجه زياده. ومن التحسنات اللي موجوده في الايربودز برو 3 ان الاي بي ريتنج بتاعها عالي وبقى اي بي 57. الخمسه اللي في ال 57 يعني انها بتقاوم التراب والغبار، وال7 يعني تقدر تنزل تحت عمق متر لمده نص ساعه. يعني حرفيا انت ممكن تستحمى وانت لابس الايربودز برو، او حتى تتمرن بيها وتعرق بيها من غير اي مشاكل. لكن واحد بالنسبه لي والايربودز كل شويه بتقع منه، فدي مش حاجه عمليه برضو بالنسبه لي. لكن اللي تقدر تستخدمه كمان وانت لابسها وانت بتتمرن هو المستشعر الجديد لنبضات القلب، وانا شايف ان الاداء بتاعه كان كويس جدا وسريع، وبيغير القرايات بتاعته اسرع من الابل واتش الترا 3. لكن الفكره انت ما تقدرش تستخدم المستشعر الجديد ده الا لو انت مفعل ان انت بتتمرن على تطبيق التمرينات على الايفون بتاعك. يعني انت ما تقدرش تشوف النبضات بتاعتك وانت قاعد كده من غير ما تفعل تمرين، لازم تفعل تمرين عشان تشوف النبضات بتاعتك. وانا بالنسبه لي الابل واتش احسن في النقطه دي عن الايربودز برو، لان انت تقدر تشوف نبضات قلبك في اي وقت، تقدر تعمل رسم قلب في اي وقت، تقدر تشوف نسبة الأكسجين في الدم في أي وقت. وطبعا ما تنسوش تتابعوني عشان تشوفوا الريفيو بتاع الأبل واتش ألترا 3. ومن التحسنات اللي موجودة في الإيربودز برو 3 هو أداء البطارية بتاعتها، والمفروض إنها بتقعد معاك 8 ساعات وأنت مشغل نويز كانسليشن، و10 ساعات وأنت مشغل ترانسبيرنسي مود. في الاختبار اللي أنا عملته استخدمتها متواصل لمدة ساعتين، البطارية بتاعتها نزلت 15%. وانت لو حسبتها 15%، طب انت هتاخد قد ايه عشان تخلص معاك البطاريه كامله؟ فتقريبا المفروض انها تقعد معاك 13 ساعه. والاستخدام بتاعي في الساعتين ده كان ميكس ما بين النويز كانسليشن والترانسبيرنسي مود، فمعنى كده ان فعلا اداء البطاريه بتاعتها اتحسن، وكمان الارقام اللي ابل بتقول عليها دي ممكن تاخد اكتر منها كمان. ومن الحاجات اللي عجبتني في الايربودز برو 3 هي الايماءات والتحكمات اللي تقدر تستخدم بيها الايربودز في حياتك اليوميه. زي مثلا لو انت حاطط سماعات في ودنك وجالك مكالمه، تقدر ترد على المكالمه او تقفل المكالمه مجرد ان انت تحرك راسك باه او لا. ده غير التحكمات اللي انت بتعملها على الستيم بتاعه الايربودز نفسها، ان انت تدوس دوسه واحده عشان توقف او تشغل، دوستين عشان تجري، 3 دوسات عشان ترجع. والايربودز هنا بتقرا بسرعه جدا. ده غير ان انت تقدر تتحكم ان انت تعلي او توطي الصوت مجرد ان انت تزحلق ايدك على الستيم، فوق تعلي وتحت توطي. وتقدر تخصص التحكمات دي في الاعدادات على التليفون. ودلوقتي على الاي او اس 26 اول ما تستخدم الايربودز برو هيطلع لك في الاعدادات قائمه مخصوصه عشان الايربودز، مش محتاج ان انت تدخل جوه البلوتوث وتشوف الاعدادات بتاعه السماعه من جوه البلوتوث. لكن اسوأ حاجه في الاعدادات بتاعه الايربودز ان انت ما تقدرش تتحكم في درجه عزل الضوضاء، ما تقدرش تقللها او تزودها، فهي معموله على الستاندرد. وكمان مفيش ساوند بروفايل تقدر تختار منها. الايربودز هي بتختار الساوند بروفايل المناسب بالنسبه لك، بالنسبه للمحتوى اللي انت بتسمعه او بتتفرج عليه، فدي حاجه انت ما تقدرش تعدل فيها ابدا. ودي كانت مشكله بالنسبه لي، لان الايربودز برو هو فعلا الاداء بتاع العزل الضوضاء فيها قوي جدا وكويس جدا، بس بالنسبه لي هو قوي بزياده. ما بستحملش الايربودز برو وانا لابسها على النويز كانسليشن،
من غير ما اكون مشغل حاجه، عشان بحس بضغط كبير جدا على ودني. لازم اكون مشغل حاجه عشان الضغط ده يقل. ودي كانت اول مشكله بالنسبه لي، ان انا ما اقدرش استخدم فيها الايربودز برو كحل عملي ان انا اعزل الضوضاء. لكن اللي تقدر تعمله ان انت تستخدم الاوتو مود، والايربودز هي بتحول ما بين النويز كانسليشن والترانسبيرنسي مود على حسب اللي بيحصل حواليك. لو انت مثلا في مكان دوشه ممكن تشغل لك النويز كانسليشن، لو انت بتتكلم مع حد هتروح مشغله لك على طول الترانسبيرنسي مود. وكمان لما تيجي تتكلم مع حد وتسمع صوت، الايربودز بتوطي الصوت اللي انت بتسمعه على الاخر عشان تسمع صوت اللي انت بتكلمه. الاستجابه بتاعتها كانت سريعه، لكن للاسف سريعه بزياده. هقول لكم يعني ايه. يعني دلوقتي لما حد بيجي يكلمني الصوت بيوطى، وقبل ما انا اجي ارد عليه بلاقي الصوت يعلى، ولما اجي ارد عليه بيروح ينزل، وقبل ما هو يكلمني الصوت بيعلى ويرجع ينزل. فكانت بتعلى وتنزل، تعلى وتنزل بسرعه جدا. كنت احب ان يبقى في مثلا بفر 3 4 ثواني مثلا، لو ما سمعتش صوت تعلي الصوت، لكن هي كانت بتعليها على طول. ومن الحاجات الجديده اللي ممكن تستخدمها في حياتك اليوميه، بس مش حياتك اليوميه قوي يعني، ان هي الترجمه الفوريه، اللايف ترانسليشن. ودي بتستخدمها للاسف ما فيهاش لغه عربيه، يعني ولا بترجم من عربي ولا بتترجم لعربي، لكن هي تقدر تترجم من والى مجموعه لغات معينه، منها الاسباني والالماني والفرنش وطبعا الانجليزي. وده كله بيحصل على تطبيق الترانسليشن اللي موجود على التليفون بتاعك. وبدل ما اكلمكم على الاداء بتاعها في الترجمه عامل ازاي، تعالوا نسمع مع بعض. Creo que los AirPods Pro 3 tienen muchas mejoras interesantes, especialmente en cuanto a la calidad de sonido y la cancelación the AirPods del ruido. Pro 3 have ¿Qué many opinas interesting después de improvements, probarlos? especially in terms of sound quality and noise cancellation. What do you think after trying them? Je pense que le nouvel iPhone 17 Pro Max suscite beaucoup d'enthousiasme avec ses améliorations en termes de caméra et de performance. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ce nouveau It modèle? rouses a lot of enthusiasm with its improvements in terms of camera and performance. What interests you most in this new model? Ich finde die Apple Watch Ultra 3 wirklich spannend, vor allem wegen ihrer verbesserten Funktionen. I find für the Sport Apple und Watch Ultra 3 Outdoor-Aktivitäten. really exciting, Was interessiert dich besonders an dieser especially neuen because of its Version? improved features for sports and outdoor activities. What interests you most about this new version? لو حد فيكم بيتكلم لغه من اللغات دي يكتب لي تحت في التعليقات اللي ادائها في الترجمه كان عامل ازاي. ومن الحاجات اللي عجبتني جدا في الايربودز برو 3 ان دلوقتي مع الاي اس 26 انت ممكن تستخدمها كالمايك بتاعك وانت بتصور فيديو، وانا شايف ان الاداء بتاعها كويس جدا مقارنه لو انت هتستخدم المايك بتاع التليفون نفسه. وبدل ما اكلمكم اكتر برضو تعالوا نشوف الاداء بتاعها. انتوا عارفين لو معاكم ايربودز تقدروا تسجلوا بيها صوت وانتوا بتصوروا فيديو على السوفت وير الجديد، زي الصوت اللي انتوا سامعينه ده متسجل على الايربودز برو 3. هو اكيد طبعا هتكون احسن من صوت المايك بتاع التليفون نفسه لو انت بتصور من غير حاجه، وخصوصا كمان لو انت عايز تسجل صوت وانت بتصور من مكان بعيد زي ده. طبعا فرق شاسع لو بتصور من هنا على المايك بتاع التليفون. وطبعا بما انك ان انت بتستخدم الايربودز، لو معاك ايباد وايفون وماك بوك، فالانتقال ما بين الثلاثه هيكون سهل جدا وسلس جدا، وحسب انت شغال بانه واحد فيهم. يعني لو جالك مكالمه على التليفون الايربودز على طول بتتحول على التليفون، قفلت المكالمه وبتكمل شغل على الماك بوك السماعه اوتوماتيك بتتحول على الماك بوك. فالانتقال السلس ده ما بين الثلاثه هيكون سهل وعملي جدا، وده اللي بيميز الايربودز اصلا عن اي سماعه تانية في الابل ايكو سيستم. نيجي بقى لاهم حاجه في السماعه، هو الاداء بتاع الصوت بتاعها. ودي بقى تاني نقطة اللي هتخليني أصلا ما استخدمش الإيربودز برو 3. الأداء بتاع السماعة وأنت بتسمع مثلا فيديوهات، بتلعب جيمز، بتسمع حاجات أو أفلام محيطية، الأداء بتاعها هيكون كويس جدا، وهتسمع الحاجات في أماكنها، وهتسمع كل حاجة كأنها حواليك فعلا. لكن لو انت بقى بتيجي تسمع بيها اغاني، دي بقى هنا المشكلة. السماعة لو انت مثلا معلي الصوت على 50-60%، الصوت هيبقى سيء جدا، اسوأ سماعة ممكن تستخدمها. انا بحس ان الصوت بيبقى فلات تماما، مفهوش دايناميك رينج، مش هتقدر تسمع الفروقات ما بين الالات الموسيقية او الهاي نوتس والميد تونز، والاداء البيز بتاعها بيبقى سيء جدا. وعشان تسمع صوت كويس من السماعة انت محتاج تعلي الصوت لحد 70-80% على الاقل، ومن هنا الصوت بيتحول بتاع السماعه، وتسمع البيس كويس جدا، هيبقى فيه دايناميك رينج احسن. بس انا مش حاسس ان الصوت بتاعها والاداء الصوت بتاعها احسن كتير من الايربودز برو 2. وعشان انا مش احسن حد يشرح ويفصل موضوع الاصوات لان انا مش اوديوفايل، فدلوقتي انا هخليكم تسمعوا بنفسكم صوت السماعه هيكون عامل ازاي في الظروف المختلفه. وانصح ان انتوا قبل ما تكملوا الفيديو تلبسوا سماعات في ودانكم عشان تاخدوا تجربه احسن. ودلوقتي تعالوا نبدا بقى ونسمع صوت السماعه. ودي كانت حاجه كويسه جدا، لان الايفون بقاله كام سنه اداء البطاريه ما كانش احسن حاجه. اخر ايفون كان بطاريته كويسه كان الايفون 13 برو ماكس. You'll hear a slightly battered and bruised baseball fly past your right ear as a cloud of debris blooms and shards of glass trail overhead.
just before gravity takes hold, scattering chaos to the four corners of the room. While the sound of a scared little kid running like hell fades away in the distance. انا دلوقتي بعتذر لاي حد مش حابب ان هو يسمع اغاني، ولو انت مش عايز تسمع اغاني تروح على التايم اللي مكتوب هنا، لان الفترة اللي جاية دي هيبقى اختبار في الاغاني. نيجي بقى لأهم سؤال، هل الايربودز برو 3 دي تستاهل ولا لا؟ وجابت السؤال على فكرة مش سهل خالص، لان انا بالنسبة لي مثلا لو انت عايز تشتري سماعة عشان صوت وكواليتي صوت، فسعر الايربودز برو 3 ما يستاهلش على الاداء بتاعها. ممكن تاخد سماعات بأرخص من كده بكتير وممكن يوصل لنص ثمنها، وهتاخد تجربة صوت مماثلة او كمان احسن منها. لكن في حاجات الايربودز برو 3 بتعملها مش موجودة في سماعة تانية، زي الاستخدامات بتاعتها جوه الابل ايكو سيستم اللي احنا شرحناها، التحكمات والايماءات بتاعتها السريعه، وكمان مثلا المساعده السمعيه مثلا والهيرنج ايدز والحاجات دي. ولو انت عايز سماعه مثلا فيها الهارت ريت مونيتور، فده هتكون احسن اوبشن بالنسبه لك. ففي حاجات معينه لو انت عايز السماعه عشانها فالايربودز برو 3 تستاهل، لكن لو انت عايز سماعه بس عشان الصوت بتاعتها وكواليتي النويز كانسليشن فانا شايف انها ما تستاهلش. واكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات، هل انتم متفقين معايا؟ شايفين رايكم ايه؟ فاكتبوا لي رايكم تحت، وما تنسوش تعملوا لايك وشير. تابعوني ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.